بيبدأ فيلمنا بحكاية قديمة في الماضي في أرض الكوماندرا، وبنشوف البشر والتنانين عايشين في أمان وسلام، وده لأن التنانين بتحميهم من الخطر. وفجأة بيظهر وباء اسمه الدرون، بيحول الوباء ده أي حاجة يلمسها لحجارة، وبتحاول التنانين تدافع عن أهل الكوماندرا، لكن للأسف الدرون بيكون أقوى منهم بكتير وبيحول التنانين لتماثيل حجرية. ووقتها ظهرت آخر تنينة منهم اسمها سيسو، وضحت التنينة سيسو بنفسها وجمعت سحرها كله في جوهرة، وضربت الدرون بالجوهرة دي وقضت عليه خالص. ووقتها نزل مطر كتير رجع الناس المتحجرة لطبيعتها، وبالرغم من كده بتفضل التنينة سيسو حجارة زي ما هي. وبعدها اختفت التنينة سيسو في ظروف غامضة، وبسبب اللي حصل ده بتتقسم أرض الكوماندرا ل5 ممالك، وبيتسموا الممالك دي على أجزاء التنين: الناب، الديل، الظهر، المخلب، والقلب. وبتشيل مملكة القلب الليلة وبتحافظ على الجوهرة في مكان متأمن. وبتمر 500 سنة وبنروح لمملكة القلب، وبنشوف بنت اسمها رايا وهي بتتسحب لجوه المعبد وبتتفادى الأفخاخ بمساعدة حيوانها الأليف العجيب اللي اسمه توك توك. وبعد كده بتوصل رايا للجوهرة وبتنبهر جدا لما بتشوفها، لكن فجأة بيظهر قدامها قائد المملكة وحارس الجوهرة الملك بانجا، وبيقول لها بتعملي ايه هنا مقصوفة الرقبة؟ فبتتعصب رايا وبتهجم عليه، وبيصد بانجا هجومها وبيضربها، وبيوقع بانجا العصايتين من ايد رايا وبيستفزها، لكن رايا بتقوله انها لمست الدايرة اللي جواها الجوهرة برجليها. وبنكتشف وقتها ان ده كان مجرد اختبار، وان بانجا حارس الجوهرة ابو رايا. وساعتها بيفرح بانجا باصرار بنته وبيقول لها ان اجدادهم اقسموا يحرسوا الجوهرة دي، وان الدور جه عليها عشان تبقى هي حارسة الجوهرة بعد باباها، وان امنية حياته يجمع الممالك ال5 من تاني. وعشان كده بيبعت بانجا لكل الحكام عشان يحقق الحلم ده ويرجع ارض الكوماندرا. ووقتها بتستغرب رايا وبتقول له انهم بيعتبرونا اعدائهم، فبيقول لها ان الصراعات دي هتقضي عليهم كلهم لو استمرت اكتر من كده. وبعد شوية بيوصل حكام الممالك ال4 وبيستقبلهم بانجا وبيطلب منهم يتحدوا، ولكنهم بيرفضوا للأسف وبيقولوا ان مملكة القلب مستحوذة على كل حاجة. وفي اللحظة دي بتتدخل رايا عشان تهدي الجو، وبتسألهم بهدوء لو حد فيهم جعان. وبتستغرب حكام الممالك من طريقة رايا على عكس الأميرة نيماري بنت ملكة الناب. وبتقرب نيماري من رايا وبتعرفها بنفسها وبتقول لها انها مهووسة بالتنانين زيها بالظبط. وبتاخد رايا نيماري جوه القصر وبتعزمها على الأكل، وبتحكي نيماري لرايا عن أسطورة قديمة في مملكة الناب، وبتعرفها ان التنينة سيسو لسه عايشة وانها مستخبية في آخر فرع من فروع النهر، وبتفرجها على مخطوطة التنين. فبتنبهر رايا وبتسألها بلهفة عن مكان الفرع ده فين، لكن نيماري بتقول لها ان فروع النهر ده كتير ومحدش يعرف مكان سيسو بالظبط. وعشان تثبت نيماري حسن نيتها بتدي قلادة التنينة لرايا هدية، وبتفرح رايا جدا وبكل سذاجة بتقرر تاخد نيماري للمعبد وتفرجها على الجوهرة. وأول ما بيدخلوا بتشوف نيماري الجوهرة بتطمع فيها وبتغدر برايا وبتضربها وبتقول لها مصلحة مملكتي فوق أي حد. وساعتها بتتجنن رايا وبتقول لها على جثتي يا حلوة، وبتهجم عليها بشراسة وبتضرب نيماري إشارة استغاثة في السماء عشان تكشف مكان المعبد. وفي ثواني بيهجم حراس مملكة الناب على المعبد عشان يحموا نيماري، وبيلحقهم بانجا وبيشتبك مع الحراس. بس المصيبة إن باقي حكام الممالك بيقتحموا المعبد وراهم، وبمجرد ما بيشوفوا الجوهرة بيطمعوا فيها كلهم، وكل حاكم فيهم بيبقى عايز يخطف الجوهرة لنفسه. وبيحاول بانجا يقنعهم يحطوا ايديهم في ايدين بعض، بس للأسف واحد من اللي واقفين بيغدر بيه وبيضربه بسهم بيرشق في رجله، وبيهجموا كلهم على الجوهرة، فبتقع في الأرض بتتكسر ل5 حتت. وفجأة بيظهر الدرون من تاني وبيخطف كل حاكم حتة من الجوهرة وبيهرب. وبيبدأ الدرون يحول الأخضر واليابس لحجارة، وبيكتشف بانجا إن الدرون ده بيترعب من المية، وعشان كده بيستخدم حتة الجوهرة للحقها عشان يخوف بيها الدرون. وبيدي حتة الجوهرة لرايا وبيزقها في المية عشان ينقذ حياتها. وللأسف بيلحق الدرون بانجا وبيحوله لتمثال حجري قدام عينيها. وبتمر السنين وبنشوف رايا بعد ما كبرت وبتفضل تلف الممالك كعب داير ومعاها صديقها توك توك، وبتدور على التنينة سيسو في كل فروع النهر عشان تنتقم لأبوها وتنقذ العالم من الخراب ده. وبعد 6 سنين وفي آخر فرع من النهر بيطلع الدرون وبيهجم على رايا، فبتطلع حتة الجوهرة اللي معاها وبتخوفه بيها. وبعد كده بتروح رايا لسفينة قديمة وبتولع شموع وبتنادي على سيسو من قلبها علشان تظهر، وبتلوم رايا نفسها وبتقول إنها السبب في اللي حصل لأبوها عشان أمنت للشخص الغلط. وبعدها بتبدأ تغني تعويذة بكلمات غريبة، وفجأة بتطير نقط المية حوالين رايا
وبتتجمع مع بعض وبتتشكل التنينة سيسو، وبتخبط رايا من غير قصد وبتعتذر لها بخفة دم، وبتبرق رايا من الانبهار وهي مش مصدقة ان التنينة الأسطورية واقفة قدامها بجد. لكن سيسو بتكون فاكرة نفسها لسه في الماضي، وبتقول انها فرحانة لانها هي واخواتها هزموا الدرون. فبتقطعها رايا وبتقول لها ببرود: يا حاجة اصحي، الكلام ده حصل من 500 سنة. وبتتصدم سيسو لما بتعرف انها كانت نايمة في النهر كل السنين دي، وبتترعب اكتر لما بتعرف ان الجوهرة اتكسرت والدرون رجع من تاني. وبتحكي لها رايا اللي حصل وبتطلب منها تعمل جوهرة جديدة، لكن سيسو بتقول لها ان اخواتها هما اللي صنعوا الجوهرة دي مش هي. وبمجرد ما بتلمس سيسو حتة الجوهرة جسمها كله بينور مرة واحدة، وبنعرف بعدها ان ده سحر اختها أمبا، وده لان كل تنين ليه قوة سحرية مختلفة. وبنعرف ان قوة سيسو هي العوم بسرعة صاروخية، وعلشان كده بتقرر رايا تلم حتت الجوهرة من حكام الممالك وتجمعها من تاني عشان تقدر سيسو تستخدم قوتها وتقضي على الدرون. وبعدها بنشوف أميرة مملكة الناب نيماري بعد ما كبرت وهي ماشية ورا آثار رايا لحد ما بتوصل لآخر النهر. احنا مش هنخلص منك يا بت انتي بقى ولا ايه؟ وبنرجع تاني لرايا وسيسو وهما بيبدأوا رحلتهم، وبيتفقوا يبدأوا التدوير عند حاكمة مملكة الديل. ولما بيوصلوا هناك بتقع سيسو في فخ مميت، وعلى آخر لحظة بتنقذها رايا. وبعدها بيشوفوا حتة الجوهرة في ايد هيكل عظمي عبارة عن فخ، وساعتها بتستخدم رايا عصاية عشان تثبت دراع الهيكل وتاخد القطعة من سكات. وبمجرد ما بتلمس سيسو القطعة بتتحول لبنت بشرية، وبتفرح سيسو وبتقول ان ده سحر اختها براني. ولحسن الحظ كده سيسو مش محتاجة تستخبى من حد تاني، وفجأة بتدخل عليهم نيماري وبتحفل عليهم، فبترميلها رايا مخطوطة التنين بتاعتها في وشها، وبتحرك دراع الهيكل العظمي وبتوقع كمية رمل على نيماري ورجالتها. وبتهرب مع سيسو من ممر الخنافس المتفجرة ده، وبتركب رايا وسيسو فوق توك توك وبيطيروا، لكن نيماري ورجالتها بينطلقوا وراهم. وساعتها بتقول رايا لسيسو ان نيماري هي اللي خربت الدنيا. وفجأة بتلمح رايا مركب وبتنط جواه مع سيسو وتوك توك عشان يهربوا من قطط نيماري اللي بتخاف من المية زي الدرون. وجوه المركب بيقابلوا ولد شقي اسمه بون، وبيطلع بون ده هو قبطان المركب، وبيتفقوا معاه يوصلهم لمملكة المخلب مقابل قرشين. لكن المركب بتطلع بطيئة زي السلحفة، وعلشان كده بتنط سيسو في المية وبتتحول لتنين، وبتسحب المركب بسرعة صاروخية من غير ما بون ياخد باله. وبتفضل نيماري ورجالتها على الشط مش عارفين يتصرفوا ازاي. وبعدها بتطلب رايا من سيسو ترجع شكلها البشري بسرعة عشان محدش يشك فيهم. وبعد شوية بيقدم بون ليهم أكل، فبترفض رايا الأكل وبتخاف لا يكون متسمم، وده على عكس سيسو اللي بتاكل وما بيحصلهاش حاجة. وساعتها بياكل بون قدامها عشان يطمنها. وبنرجع لنيماري اللي بتوصل هي ورجالتها لمكان غريب، وبيشوفوا التنانين اللي اتحولت لتماثيل، وبيبان ان نيماري بتحترم التنانين دي جدا. وبنرجع تاني لمركب بون في وسط غابة ضلمة، وبيكون الدرون محاوطهم من كل حتة. وساعتها بيقول بون انه مستحيل يسيب المركب بتاعه مهما حصل. وبتعرفهم سيسو ان الدرون ده اتكون بسبب كره البشر لبعض، وانها خسرت اخواتها بسببه. فبيرد بون وبيقول لهم ان الدرون خطف عيلته هو كمان، وبيحط كل واحد فيهم زهرة في النهر وبيترحموا على اللي ماتوا. وبترمي رايا زهرة في المية عشان خاطر أبوها. وبعد شوية بيوصلوا لمملكة المخلب، وبتعرف رايا إن حتة الجوهرة التالتة مع حاكم المملكة دانجا هاي. وسيسو بتقترح إنها تروح له وتخش عليه بهدية، لكن رايا بترفض الفكرة دي تماما، وبتطلب من سيسو تفضل في المركب. وبعدها بتنزل هي وتوك توك عشان يستكشفوا المملكة. وفي السوق بتلمح رايا طفلة صغيرة بتعيط، وبيصعب عليها وبتقرب منها عشان تطمنها، لكن بنكتشف ان البنت دي سوسة وعاملين كمين عشان القرود يسرقوا حتة الجوهرة من توك توك. وساعتها بتتعصب رايا وبتجري وراهم. وفي الوقت ده بتقرر سيسو تسيب المركب عشان تشتري هدية لدانجا هاي على النوتة من البياعين. وبتستغرب البياعين من حركة سيسو وبيطلبوا منها تدفع الحساب، وبسبب ده بتتوتر سيسو وبتقول لهم ان صاحبتها رايا هتيجي تحاسبهم، لكن لهم للأسف مش بيصدقوها وبيتلموا عليها علشان يضربوها. وفجأة بتتدخل ست عجوزة وبتنقذ سيسو من ايديهم، وبتقول الست العجوزة لسيسو انها هتساعدها، وبتاخدها عشان تقابل دانجا هاي. وبنرجع تاني لرايا اللي بتقدر تحاصر الطفلة والقرود، وبتاخد منهم حتة الجوهرة، لكن قلبها بيحن لما بتعرف ان عيلة البنت دي اتحولت لحجارة. وعلشان كده بتقرر رايا تضم الطفلة والقرود لفريقها وتخليهم يساعدوها. وفعلا بيشغل القرود والبنت حراس دانجا هاي. وفي اللحظة دي بتتسحب رايا وبتدخل القصر، وبتكتشف ان دانجا هاي نفسه متحول لتمثال حجري. وبنعرف بعدها ان حتة الجوهرة وقعت في ايد الست العجوزة. وبنعرف ان الست العجوزة دي عملت فخ لسيسو عشان تعرف مكان باقي قطع الجوهرة، وبتهددها انها هتسيبها للدرون ياكلها لو ما نطقتش. وفي اللحظة دي بتوصل رايا وبتنقذ سيسو من ايديها،
وبتخطف حتة الجوهرة التالتة من العجوزة، وساعتها بتلمس سيسو الجوهرة ومرة واحدة بتطلع ضباب يعمل عين، وبنعرف ان ده سحر اخوها جيجان. وبتستغل رايا وسيسو الضباب ده وبيهربوا من المكان وبيرجعوا طيران للمركب ومعاهم الطفلة والقرود. وبعد كده بيقرروا يشدوا الرحال لمملكة الدهر. وجوه مملكة الناب بترفض الملكة فيرانا تساعد بنتها نيموري عشان تقبض على رايا، لكن نيموري بتقول لأمها ان رايا عرفت مكان سيسو وهتيجي عشان تاخد حتة الجوهرة اللي معاهم، وان المحاصيل بتاعتهم بدأت تشطب، وانهم محتاجين باقي قطع الجوهرة ضروري عشان يوسعوا ارضهم. فبتقتنع فيرانا في النهاية وبتسمح لنيموري تاخد احسن المحاربين وتطلع ورا رايا. وبنرجع تاني للمركب وبنشوف بون مخنوق وبيشد في شعره من دوشة الطفلة وشقاوة القرد، وعشان كده بتلعبهم رايا استغماية عشان يهدوا اللعب شوية. وبعدها بتقعد رايا مع سيسو وبتقولها ان الدنيا اتقلبت غابة بعد ما الجوهرة اتكسرت، وانهم ما ينفعش يأمنوا لأي حد. فبتقولها سيسو ان البشر وصلوا لكده بسبب قلة ثقتهم في بعض، وان لسه فيهم شوية خير ومحتاجين بس فرصة. وساعتها بتفتكر رايا باباها وبتقول ان سيسو بتتكلم زيه بالظبط، وان ابوها وثق في الحكام لكنهم طلعوا اندال وخذلوه. فبتقول لها سيسو ان الناس لازم تثق في بعضها من تاني، لكن رايا بترفض الكلام ده وبتقول لها انها عايزة ترجع ابوها وبس. وبيوصلوا بعدها لمملكة الدهر وبتجري سيسو مندفعة وسط البشر عشان تثبت انها واثقة في الناس، لكن لسوء الحظ بتقع سيسو ورايا في فخ وبيتحبسوا جواه زي شوال البطاطس. قلنا 100 مرة بشر لا يا علي، تسمعيش الكلام انت يا سيسو. المهم فجأة بيدخل عليهم محارب ضخم ومرعب اسمه تونج وبيخوفهم وبياخد قطع الجواهر. وقتها بتكتشف رايا انه حاسس بالوحدة ومقطوع من شجرة، وفي اللحظة دي بيظهر توك توك وبينقذهم في الوقت المناسب. وبتهجم الطفلة والقرود على المعلم تونج وبيكتفوه. وبعد كده بوم بيحرر رايا وسيسو، وبتتفاجئ رايا ان كل اهل الدهر متحولين لتماثيل حجرية، وبيبان ان تونج خسر بنته وعيلته كلها بسبب اللي حصل. وفجأة بتطب عليهم نيموري ومحاربين مملكة الناب وبيهددوا يقتحموا المملكة، وبتطلب رايا من تونج المساعدة عشان يهربوا من ايد نيموري، وبتوعده ترجع اهله كلهم لطبيعتهم. فبيوافق تونج وبيسحبهم من باب خلفي، وبتدي رايا الشنطة لسيسو وبتقول لها انها هتشاغل نيموري. وبتطلع رايا تواجه نيموري وبتبدأ تبارزها عشان تلفت انتباه المحاربين. وبنعرف بعدها ان رايا بتعمل كده بس عشان تأخرهم وتوفر وقت لاصحابهم يهربوا، بس للأسف بتضربها نيموري ضربة قوية وبتوقعها على الأرض. وفي اللحظة دي بتلمح سيسو صاحبتها رايا، وعشان كده بتتحول لشكل التنين الحقيقي بتاعها، وبتغطي المكان بالضباب وبترعب نيموري واللي معاها. وبالرغم من كده بيصعب على سيسو حال نيموري وبتسيبها من غير ما تأذيهم وبتهرب بسرعة من رايا واصحابها. وبعد ما بيهربوا بيعاتب بون وتونج والطفلة صاحبتهم رايا انها خبت عليهم السر ده، وساعتها بتتدخل سيسو وبتقول لهم انهم بيلفوا عشان يصلحوا الجوهرة. فبيقرروا كلهم يقفوا في ظهرهم ويساعدوهم. وبيطلع المعلم تونج حتة الجوهرة الرابعة وبيديها لسيسو، وبتتحول سيسو لجسم منور كأنه لمبة نيون. وبنعرف ان ده سحر اخوها بينجو اللي بينزل المطر. وبتطير سيسو بتتنطط على نقط المطر والكل بيفرح من قلبه. وبعد كده بينطلقوا كلهم عشان يجيبوا آخر حتة جوهرة من قلب مملكة الناب. وفي السكة بيقترح بون خطة مجنونة بيستخدم فيها ضباب سيسو، لكن رايا بترفض الخطة دي، فبتقترح سيسو خطة تانية خالص، وبتقول انها تروح لنيموري بشكلها الحقيقي وتديها هدية عشان تصاحبها. بس للأسف الكلام ده ما بيعجبش حد في المركب، وبترفض رايا كلام سيسو وبتفكرها بغدر نيموري ليها زمان. وبسبب ده بتتعصب سيسو ومرة واحدة بتطلع المطر وبتاخد رايا وبتطير بيها على نقط المطر لحد مملكة القلب. وأول ما بيوصلوا بتشوف رايا تمثال أبوها واقف على الجسر، وبتنهار رايا وبتبان عليها علامات الكسرة والوجع من تاني. وجوه المعبد بتكشف سيسو عن تماثيل التنانين اخواتها، وبتحكي لرايا حكايتها زمان، وبتفهمها ان اخواتها الاربعة هم اللي صنعوا الجوهرة عشان تستخدمها. وبتشرح سيسو ان قوة الجوهرة دي ما طلعتش غير لما كلهم وثقوا في بعض، وده بالظبط اللي هي عايزة تعمله وتطبقه مع نيموري. وساعتها بتقتنع رايا بالكلام وبتوافق على خطة سيسو، وبيقرروا يرجعوا لنيموري القلادة بتاعتها كعربون محبة. وبنرجع لنيموري اللي بتعترف لأمها الملكة فيرانا إن سيسو لسه عايشة، وإن رايا عايزة تجمع قطع الجوهرة، لكن فيرانا بتخاف لا ينتقموا منهم بسبب اللي عملوه معاهم. وعلشان كده بتقرر فيرانا تخطف حتة الجوهرة وسيسو عشان تنقذ هي العالم وتبقى بطلة حقيقية. فبتقول لها نيموري إن مستحيل رايا تسلمهم الحاجة بالساهل كده. وبعد شوية بيوصل فريق رايا لمملكة الناب، وبتتسحب الطفلة والقرود جوه القصر من سكات، وبيرموا لنيموري رسالة من رايا ومعاها القلادة إياها، وبتحدد لها في الرسالة مكان يتقابلوا فيه. وفي اللحظة دي بتشوف نيموري الإشارة وبتفهم الليلة، وبيبان إن رايا حطت ثقتها فيها بجد،
وبتقابل رايا نيماري في المكان اللي اتفقوا عليه، وفجأة بتظهر التنينة سيسو قدامها، وبتفرح نيماري أول ما بتشوفها وبتطلع الجوهرة عشان يجمعوها، ولكن كالعادة بتغدر نيماري للمرة التانية وبتقلب عليهم وبتسحب القوس بتاعها وبتوجه السهم عليهم. ومع كده بتفضل سيسو واثقة فيها وبتقرب منها خطوة خطوة، وبتبص لها في عينيها وبتقول لها إنها عارفة نيتها في إنقاذ العالم، وبسبب الكلمتين دول بتتأثر نيماري وبيحن قلبها. وفي اللحظة دي بتشوف رايا إن نيماري هتضرب السهم، فبتجري عليها وبتزقها، بس يا فرحة ما تمت، السهم بيطير وبيرشق في سيسو وبتموت سيسو وبتقع في المية. وبسبب اللي حصل بتبدأ المية تنشف وتتبخر، وبيقدر الدرون يعدي النهر بسهولة. وبتاخد نيماري قطعة الجوهرة وبتهرب على المملكة، وهناك بتترعش فيرانا من الرعب. وبيفهم بون وتونج إن خراب الديار ده بسبب موت سيسو، وبتكسر رايا بوابات مملكة الناب زي الإعصار، وبتخوف الدرون بحتة الجوهرة اللي معاها. وفي الوقت ده بتنهار نيمار، وده علشان أمها فيرانا اتحولت لتمثال حجر قدام عينيها. وبتمسك رايا ونيماري في خناق بعض، وبتحاول رايا تخلص على نيماري. وبعد شوية بيدخل بون وتونج المملكة وبيشوفوا حتة الجوهرة ونورها بيطفي، ولكن بالرغم من كده بيساعدوا الناس تهرب من الدرون. وبيشيل تونج العواجيز والمصابين على كتفه، وبينقذ بون العيال الصغيرة من الهلاك. وبتشد الطفلة والقرود راجل ومراته لبر الأمان. وبنرجع تاني لرايا اللي بتخبط نيماري خبطة جامدة بتوقعها على الأرض، وبتبص نيماري للقلادة بتاعتها وبتقول إنها ما كانتش قصدا اللي حصل. وعلى آخر لحظة بترفع رايا سيفها عشان تطير رقبة نيماري، لكنها بتلمح وشها في السيف وبتنزل إيدها بكسرة نفس وبتسيبها تعيش. وبعدها بترجع رايا لأصحابها وبيحطوا إيديهم في إيد بعض عشان ينقذوا الأهالي. وفجأة بيقع توك توك وكان هيروح فيها، لكن نيماري بتظهر وبتنقذه من الموت. ومرة واحدة بتتكسر الأرض تحت رجلهم وبيقعوا كلهم في حفرة، والدرون محاصرهم من كل ناحية. وساعتها بيبدأ نور الجوهرة يضعف ويموت. وبتفتكر رايا كلام سيسو عن الثقة، وبتحاول تقنع صحابها انهم يثقوا في نيماري ويدوها حتة الجوهرة، لكن بون وتونج بيرفضوا. فبتقرر رايا تاخد هي الخطوة الأولى وبتسلم حتة الجوهرة لنيماري. وفي اللحظة دي بتتحول رايا لتمثال حجري بسبب الدرون، وبيتأثر بون وبيعمل زيها، وبيقلدهم تونج والطفلة والقرود وبيتحولوا كلهم لتماثيل حجر. وبتفضل نيماري لوحدها في قلب الحفرة، لكنها بترفض تهرب، وبتلم كل الحتت وبتقف جنبهم بشجاعة، وبتتحول هي كمان لتمثال. وفجأة بتتحول الجوهرة لنور ساطع بيضرب في كل حتة، وبيوصل لكل الممالك وبيقضي النور على الدرون تماما. وبعد كده بينزل مطر شديد وبترجع كل حاجة لطبيعتها، وبيرجع التنانين لحياتهم من تاني. وبيجمع اخوات سيسو نقط المية وبيساعدوا اختهم سيسو وبيرجعوها للحياة. وساعتها بتطير سيسو من الفرحة وبتحضن رايا جامد، وبتعتذر نيماري من قلبها على كل اللي فات، فبتحضنها سيسو هي كمان وبتسامحها. وبعد شوية بترجع الطفلة لحضن امها، وبيلاقي تونج عيلته، وبيرجع بون لأهله في المرسى. وبنرجع بعدها لمملكة القلب، وبترجع رايا لأبوها وبتشوفه وهو بيتحرك، وبتجري عليه وبتترمي في حضنه وبتعيط من الفرحة. وفي اللحظة دي بيلمح الملك بنجا التنينة سيسو وبينبهر بوجودها، وبتقوله سيسو إن بنته طلعت أشجع حارسة في الدنيا، وإن هي اللي جمعت الممالك وحققت حلمه القديم. وبعدها بتتجمع كل الممالك الخمسة مع بعضها من تاني، وبيكونوا أرض الكوماندرا وبيرجعوها منورة زي زمان. وبكده بتقدر رايا تنقذ العالم كله من الخراب، وبنشوفهم كلهم إيد واحدة بيحتفلوا مع بعض وبيضربوا أروع مثل في التضحية والصداقة. وبكده بتخلص حكايتنا النهاردة، بس حكايات موفي تونز ما بتخلصش. وعلشان يوصلك كل جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. وسلام.